لطفي. بعد خوض إضراب على المستوى الوطني في 18 من الشهر الجاري، ما يزال تجار وأرباب محطات توزيع الوقود يواصلون التعبئة من أجل تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها تنفيذ بنود اتفاق 1997 من لدن شركات التوزيع. مشاكل كثيرة خاصة بيننا وبين الشركات فيما يخص الضياع البخاري، فيما يخص سنة التوزيع داخل المستودع فاش كنشارجوا المازو ليسانس وداخل المحطة، زايد الهامش الربحي اللي هو ضئيل جدا. هامش الربح لا يتجاوز 3%، فيما تطالب الجامعة الوطنية لتجار محطة الوقود بالزيادة في هذا الهامش ليصل إلى 6%. كما تستنكر الجامعة في بيان صادر عنها طريقة صدور مجموعة من الأحكام المتناقضة القاضية بإفراغ المحطات من مسيريها. كنتمناو غير باش يبركوا معنا باش يحلوا المشكل وحده بوحده. حنا ما غاديش يمكن لنا يعني باش نطلبوا كل شيء بخطره، ولكن هذا هما المطالب. احنا يعني الوزاره ولا المدير المسؤول يعني راه الاشاره باش نعقدوا معهم لقاءات اخرى ونلقاو حلول. وفي انتظار إيجاد الحلول، تواصل الجامعة الوطنية لتجار محطة الوقود بالمغرب لقاءاتها التواصلية والتحسيسية من أجل تعبئة الجميع لتحقيق مطالب الفاعلين في هذا القطاع الذي يشغل أزيد من 22 ألف شخص.